اللي قدامك ده ابو الكباتن لاعب فلسطيني يستحق النادي الاهلي بصراحه كبيره جدا، في وقت ان كل فرق الدوري المصري يعني بتعاني بسبب بند الاجانب والعدد المحدود من الاجانب، في وقت بقى في اللاعب الفلسطيني كنز حقيقي. النهارده جايب لكم واحد مش بس كنز، ده مشروع قنبله هجوميه جاي من اوروبا، شاب طموح وقوي واسمه محمد محمود او زي ما بيتقال عنه هناك مومو. يلا بينا نبدا نعرف ايه حكايه مومو ونعرف مميزاته وكمان عيوبه. اللاعب اسمه محمد محمود ملقب بمومو، عنده 20 سنه بس، الجنسيه فلسطيني والماني، النادي الحالي يعتبر بيلعب في اس في المانيا، المركز مهاجم او حتى جناح، القدم اليمنى طبعا طويل ما شاء الله عليه 190 سم، قيمته التسويقيه يعني شويه فكه كده 100,000 يورو، يعني صفقه على الجاهز واي حد يقدر يخلص فيها بسهوله. شارك مع منتخب فلسطين تحت 19 سنه لكن قرر يمثل منتخب المانيا تحت 23 سنه. الولد ده عنده مشروع مستقبلي كبير جدا، مش بيجرب، عاوز يوصل على طول. خرج اعاره قبل كده لزيورخ السويسري وما نجحش هناك، عادي جدا، كان صغير ومشاركات قليله بس ده ما يقللش من قدراته ولا لثانيه واحده. بس ندخل على اللي يهمك بقى، تعال اقول لك الاحصائيات وعايزك تركز معايا قوي في الارقام اللي هقولها لك. لعب 62 مباراه ولكن بما يعادل 44 مباراه فقط، سجل خلالهم بقى 38 هدف، يعني 38 هدف في 44 مباراه وصنع 3 اهداف. انت بتتكلم في 41 مساهمه في 44 مباراه، في سن 20 سنه، رقم ملوش حل طبيعي، وهامش التطوير لسه قدامه سنين كتير جدا. تخيل معايا هيوصل لحد فين. نخش على الكواليتي بقى، مهاجم صاحب بنيه ضخمه جدا جسديا، قوي في الصراعات الارضيه وكمان الهوائيه، بيعرف يرتقي ويعمل جامب، بيعرف يوجه، بيعرف يسجل بالراس بشكل مميز جدا. قدام الجون لاعب بارد هادي جدا، القرار دايما في محله، ولا بيتوتر ولا بيتهور، وعنده ثقه في نفسه غير طبيعيه، عنده لمسه الجريادور الحقيقي، بيعرف يسدد فاولات وضربات جزاء زي وسام ابو علي كده، فلسطيني يابا. لكن وسام يتفوق شويه في التكنيك، وطبعا دي مع الخبره. وسام قبل ما يجي النادي الاهلي لم يسجل اي ركله حره في تاريخه كله، بيعرف يهرب من الرقابه، بيتمركز صح، بيعرف يربط اللعب مع الاجنحه، بيتحرك بشكل يعني مستمر في الملعب، فرهوت كده شبه وسام ابو علي. والميزه كمان فيه انه محطه ممتازه جدا بسبب قوته البدنيه، وانه كمان عشان طويل يستلم الكوره وهو ظهره للجون، بيسندها وبينطلق تاني للمساحه، كورته على الارض كويسه قوي، تسلم وتسليم، تمرير طويل وقصير، فاهم هو فين واللي حواليه فين، لاعب متاسس صح من اوروبا. طب وفين العيوب؟ اقول لك اكيد في عيوب. طب فين العيوب؟ اقول لك ما جربش ضغط الاهلي وجماهيره مثلا، النادي الاهلي جماهيره ما بترحمش، تجربه زيورخ ما كانتش احسن حاجه، بس طبيعي لعيب صغير بيجرب وبيحاول، محتاج شويه خبره، محتاج مشاركه اكتر، احتكاكات اكبر، محتاج جهاز فني يثق فيه اكيد، بس ده مش معناه انك تسيبه يروح منك، بخصوصا انه بشويه فكه مع شويه شغل وثقه الولد ده ممكن ينفجر في الدوري المصري. تخيل كده لاعب طوله 190 سم واقف في الصندوق، وراه منه امام عاشور، وراه منه محمد بن رمضان، وراه منه اليو ديانج، جنبه زيزو، جنبه الناحيه الثانيه تريزيجيه او بن شرقي. قول بالله عليك مش هيسجل بعد كل الاسماء اللي قلتها لك دي؟ اقول لك اكتر من كده ايه؟ سعر قليل، سنه صغير، جنسيه فلسطينيه، بيتعامل لاعب محلي، وموهبه واضحه جدا، مكنة أهداف متحركة. ختاما، مومو لاعب مشروع للمستقبل، مش نجم جاهز دلوقتي بس ممكن يبقى نجم بعد شهور فقط من ضمامه، ولو الأهلي دخل بدري هيكسب لاعب كبير قوي. عاوزك بقى يا أبو الكباتن تقول لي رأيك في اللاعب بعد كل اللي أنت سمعته عنه ده وكل اللي أنت شفته، وعايزك تحكم عليه بنفسك في التعليقات.